السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الحلقة التانية من كورس ال UI UX Design. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن تجربة المستخدم وهنوضح أكتر يعني إيه UX أو ال UX Designer بيفكر إزاي وإيه الطريقة أو المنهجية اللي بيشتغل بيها. فاعتبر إن الحلقة دي هي مدخل ليك أو introduction في ال UX، هتوضح لنا أكتر يعني ايه يو اكس وهتخلينا نستوعب اكتر عن تجربة المستخدم. فان شاء الله الحلقة دي هتكون دسمة ومليانة شوية معلومات نظري كتير جدا، فهحاول ان انا اخلي الموضوع سهل وبسيط واكننا قاعدين في لايف او في سيشن مع بعض، وهقلل المونتاج في الحلقة دي عشان الموضوع يبقى اسهل بالنسبة لي اكتر ان انا اقدر انشرها بشكل سريع. ده اول حاجه. الحاجه التانية استاذنك وان انا اطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب او تشتركوا في القناه، عشان اليوتيوب بيقول لي ان نسبه الاشخاص اللي بتتفرج على الفيديوهات الغير مشتركه في القناه اعلى من الناس اللي مشتركه في القناه، فغالبا انتوا بتنسوا تعملوا اشتراك في القناه، فلو سمحت اعمل اشتراك في القناه. ومعذره على المقدمه الطويله، ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب زي ما وضحنا ان شاء الله، وان احنا في الحلقة دي هنتكلم عن مقدمة في تجربة المستخدم، اللي هو احنا ازاي بنفهم المستخدمين ونفهم احتياجاتهم وازاي بنحول احتياجاتهم دي لمنتج يقدر يستخدمه. طيب زي ما وضحنا السيشن اللي فاتت او الفيديو اللي فات، وضحنا الفرق ما بين اليو اي واليو اكس، وقلنا ان اليو اي هو اليوزر انترفيس اللي هي واجهة المستخدم او الحاجة الفيجوال اللي احنا بنشوفها، الشكل. طيب اليو اكس هي التجربة. ففي ناس كتير جدا مش هتبقى واضحة بالنسبة لها يعني ايه التجربة، انا بعمل ده ازاي او بفهم ده ازاي او ازاي بخلي تجربة المستخدم او ازاي انا بشتغل، او بعيدا عنك انت ازاي اليو اكس ديزاينر بيفكر وبيشتغل. فده اللي هنوضحه ان شاء الله في حلقة النهاردة. طيب في حاجة عندنا مهمة جدا وهي اسمها الديزاين ثينكينج، او الطريقة المنهجية، المايند سيت اللي بيفكر بيها الشخص اللي بيصمم تجربة مستخدم. يعني ايه؟ يعني المنهجية دي بتتكون من 5 مراحل، او الطريقة اللي بيفكر فيها المصمم اللي هو بيصمم تجربة مستخدم بيتمر ب5 مراحل. اول مرحلة وهي الامباثايز او التعاطف، تاني مرحلة اللي هي الديفاين، التعريف او التحديد، تالت مرحلة اللي هي الايديات، بعد كده البروتوتايب، بعد كده التستنج. دول ال5 مراحل اللي بيفكر او الطريقة اللي بيشتغل بيها اليو اكس ديزاينر. طيب مش فاهمين اي حاجة ومفيش اي مشكلة خالص، هنوضح واحدة واحدة بالتفصيل ان شاء الله. خلينا اديلك مثال بسيط قبل ما ندخل على كل واحدة من دول ايه هي. فاكرين المثال اللي اتكلمنا عنه في الفيديو بتاع الحلقة اللي فاتت؟ واتمنى ان انت لو ما كنتش شفت الحلقة اللي فاتت لازم تروح تشوفها الاول، لان ده كورس فكل حلقة مبنية على الحلقة اللي قبلها. فالمثال اللي احنا كنا اتكلمنا عنه بتاع البيت، المبنى. لو احنا عندنا مبنى كبير ضخم عايزين نبنيه، هل احنا بنجيب البنايين وبتوع الكهرباء وبتوع المية ومش عارف مين والناس دي كلها ونبني البيت مرة واحدة، ولا بيكون في قبلها مهندس معماري مخطط وراسم شكل المبنى عامل ازاي، المداخل منين، المخارج منين، واستقرينا على شكل معين وستايل معين للبيت او اساس معين للبيت، وبعد كده بدأنا نعمل ده نبنيه، بدأنا نعمله بقى بشكل حقيقي اكتر. تمام. طيب اللي انا عايز اوضحه برضو ان انت قبل ما تصمم، او اليو اكس ديزاينر قبل ما بيصمم اي ابلكيشن مش بيشتغل على شكل الابلكيشن اليو اي، مش بيشتغل على التصميم النهائي اللي انت بتشوفه بعينك ده دايركت، مش بيشتغل على طول. في مراحل قبلها بيمر بيها عشان يبدأ يفهم ويخطط للاستراكشر او الهيكل بتاع الابلكيشن ده هيكون فيه ايه. طيب هو عشان يفهم الهيكل او الاستراكشر بتاع الابليكيشن ده هيكون في ايه، بيفهمه ازاي؟ ان هو بيبدأ يفهم اكتر مين الناس اللي هو بيصمم لها الابليكيشن ده، مين الناس اللي هتستخدم الابليكيشن ده، او مين الناس اللي هتستخدم المنتج بتاعي. ولما بقول منتج بيبقى معناها منتج رقمي، ديجيتال برودكت. فاي منتج او اي ابلكيشن او اي حاجه احنا بنستخدمها دلوقتي بنسميها منتج. تمام كده. طب انا عشان افهم الهيكله بتاعت الابلكيشن بتاعي دي انا محتاج افهم الاول الابلكيشن ده بتاع مين ومين اللي هيستخدمه وبيحل لهم مشكله ايه. تمام كده. طيب نبدا نرجع تاني خطوتين ورا ونركز. يبقى في الطريقه او الطريقه
اللي بيفكر بيها أو التفكير التصميمي لليو اكس ديزاينر، وهو ان هو لازم يبقى فاهم يعني ايه empathize، لازم يبقى فاهم يعني ايه define، لازم يبقى فاهم يعني ايه ideate وبروتوتايب وتستنج. خلينا ندخل في كل واحدة منهم. اول حاجة الامباثايز. الامباثايز معناها هنا وهي التعاطف. يعني ايه تعاطف؟ مش انه الشخص بيصعب عليا، لا. التعاطف ده ان انا بحاول اقرب اكتر من الشخص، بحاول اقرب اكتر من الشخص والمستخدمين، الناس اللي هتستخدم الابليكيشن بتاعي، عشان افهم بالظبط هما محتاجين ايه، هما عايزين ايه، ايه المشاكل اللي هما بيعانوا منها او بيواجهوها. تمام. في المرحلة دي أنا باعمل ده إزاي؟ باعمل ده عن طريق إن أنا يا إما باعمل interviews، باعمل لقاءات أو بقابل الأشخاص دي، أو بعمل لهم survey استبيان. تمام. وده هنا بيسمى ب user research. مش عايزين ندخل في تفاصيل دلوقتي، ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن التفاصيل دي بعدين لما نكمل شوية في الكورس قدام شوية، ولكن دلوقتي افهم بس الأساس معايا. تمام. طيب في المرحلة دي الامباثايز أو التعاطف، اللي هي أول مرحلة من مرحلة التفكير التصميمي، أنا ببقى محتاج أفهم وأقرب أكتر للمستخدمين واليوزرز بتوعي اللي هيستخدموا الابليكيشن بتاعي اللي أنا هصممه لهم. حلو جدا. طيب باعمل ده ازاي؟ باعمل ده عن طريق ان انا بعمل مع المستخدمين او اليوزرز انترفيوز. تمام. او بعمل معاهم سيرفي او استبيان او بنزل اقابلهم. تمام كده. بحاول اتعرف عليهم، اسمع منهم واسالهم اسئله وهكذا. طيب الهدف من المرحله دي ان انا اطلع باوتبوت او اطلع بمخرجات، ان انا يبقى عندي معلومات عن اليوزرز، مين الناس دول، طيب وايه مشاكلهم، ايه البين بوينتس بتاعتهم، وايه احتياجاتهم، اليوزر نيد. تمام كده. ليه انا بفهم ده؟ عشان احول لده لتطبيق بعدين. ده احتياجاتهم دي هي اللي هتتحول لليو اي. تمام كده. احتياجاتهم دي مشاكل انا هفكر فيها لحلول، الحلول دي هوريها لهم في يو اي. تمام كده. طيب المرحلة التانية وهي مرحلة الديفاين او التعريف او التحديد. في المرحلة دي بالذات، المرحلة دي مهمة جدا. انا ببقى محتاج احدد بالظبط مين المستخدم بتاعي او مين اليوزر بتاعي او مين البيرسونا بتاعتي. بنسميها بيرسونا. البيرسونا اللي هي الشخصية او العميل المثالي او اليوزر المثالي بتاعي اللي انا بصمم له. ببقى محتاج اعرف هو مين، ومحتاج ان انا اكتب حاجة اسمها او اعمل حاجة اسمها problem statement، اوضح ايه المشكلة بالظبط اللي انا بشتغل عليها. طيب مش فاهمين حاجة، خلونا نرجع خطوتين لورا او خطوة واحدة مش خطوتين. دلوقتي احنا قلنا ان انا في اول مرحله ان انا بعمل امباثايز، بتعاطف مع اليوزرز بتوعي، بقرب منهم اكتر، بعمل معاهم انترفيوز، بعمل معاهم سيرفي، بطلع من المرحله دي بكميه معلومات وانسايتس عن اليوزرز دول، وبطلع بيوزر نيد اللي هم الحاجات اللي هم محتاجينها، وبطلع بالبين بوينتس بتاعتهم، نقاط الألم بتاعتهم أو المشاكل اللي عندهم اللي بيواجهوها. صح كده؟ طيب المعلومات دي كلها أنا أكيد مش باخدها كلها، يعني أكيد مش باخد. أنا في المرحلة دي ببقى دخلت مثلا انترفيوز مع كمية بشر كتير جدا، فأكيد مش باخد كل المشاكل دي وبحلها بشتغل عليها، لا، ببدأ أفلتر الداتا اللي انا اخدتها من المرحله اللي فاتت دي في حاجه اسمها problem statement او صياغه مشكله. ببدا احدد المشاكل المشتركه او المشاكل الاساسيه اللي انا هبدا اشتغل عليها وبصيغها. تمام. طيب يكاد الموضوع يبان نظري كتير جدا، ولكن هو طريقه تفكير وفهم قبل ما يكون خطوه انت بتعملها. وان شاء الله ان شاء الله يعني نعمل ده بشكل حقيقي قدام شويه، مش دلوقتي خالص. انا بس اللي انا عايزك تبقى عارفه دلوقتي ان انت تركز، تبقى فاهم، بس تبقى فاهم الطريقه اللي بيفكر بيها الشخص مصمم تجربه المستخدم. طيب في المرحله دي انا ببقى محتاج حاجتين. محتاج ان انا اطلع ببرسونا، بوضح مين البرسونا، مين الشخصيه اللي انا بصمم لها. والحاجة التانية ان انا محتاج اطلع بروبلم ستيتمنت واضحة، يعني تعريف لمشكلة بطريقة واضحة. وهسيب لكم ان شاء الله تحت الفيديو ده مقالين بيتكلموا عن البرسونا والبروبلم ستيتمنت، اقرأوهم وهتستفيدوا منهم ان شاء الله. طيب احنا ليه بنعمل المرحلة دي؟ بنعمل المرحلة دي عشان نرتب المعلومات اللي احنا جمعناها من الريسيرش اللي قبله او الامباثايز اللي قبله. تمام كده. فبنحاول بقى نحدد المشكله بالظبط
اللي إحنا هنشتغل عليها، والشخصية بالضبط اللي إحنا هنصمم لها. طيب ليه الproblem statement؟ عشان أنا لازم أحدد المشكلة، لازم أكتب problem statement. والله أنا عندي مشكلة إن الusers مثلًا الuser محتاج يعرف سعر المنتج قبل ما يدخل مثلًا على صفحة المنتج، تمام كده؟ ده مثال يعني ما أظنش إن هو هيكون يقرّب الفكرة، بس أنت بتوضّح الفكرة دي. طَب المشكلة دي أنا بابقى جِبتها منين؟ جِبتها من الinterviews أو من الresearch اللي أنا عملته في الأول. طيب ليه الخطوة دي مهمة؟ عشان هنا أنا باحدد المشكلة والمشاكل اللي أنا هاشتغل عليها، اللي أنا هابدأ أفكّر لها في حلول في الخطوات اللي بعد دي، وهابدأ إن أنا أبدأ أطلّع منها أفكار. فلو أنا في المرحلة دي ما حددتش المشكلة بشكل صح، أو كتبت مشكلة غلط، فأي حل أنا بعد كده أو أي فكرة هابدأ أفكر فيها ممكن تبقى غلط، تمام كده؟ المرحلة اللي بعد كده وهي إن أنا بابدأ أideate، أطلّع أفكار. أنا دلوقتي أول مرحلة عملت research أو تعاطفت مع الusers، عملت empathize، تعاطفت مع الusers عن طريق إن أنا عملت research، عن طريق الinterviews، عملت معاهم interviews أو surveys أو أيًا يكن، وجمّعت شوية معلومات، بدأت أفهم وطلّعت شوية insights، أعرف مين الusers اللي أنا هاشتغل عليهم. المرحلة التانية في الdefine، بدأت أحدد الشخصية اللي أنا هاصمم لها هي مين، إيه نقاط الألم بتاعها، إيه الproblem statement، بدأت أوضّحها. المرحلة التالتة واللي إحنا فيها دلوقتي بابدأ أفكّر في حلول وأولِّد أفكار للمشاكل اللي أنا صاغتها أو كتبتها في المرحلة اللي قبل دي. فلو أنتم واخدين بالكم هتلاقي الموضوع بيسلِّم بعضه. المرحلة الأولى أنا محتاج أفهم أنا باصمم لمين وإيه مشاكله. المرحلة التانية باحُط إيدي وباحدد المشاكل دي. المرحلة التالتة بابدأ أفكّر وأولِّد أفكار للمشاكل دي أو حلول للمشاكل دي، تمام كده؟ طيب في المرحلة دي أحيانًا ممكن تعمل brainstorming، ممكن تشخبط، تعمل أي حاجة. ممكن في طريقة كده اسمها crazy 8. يعني الحاجات دي كانت قديمة، بس يعني هي نوعًا ما أساس لازم تبقى أنت فاهمها نوعًا ما أو عارفها بس كمعرفة. في عندنا المرحلة الرابعة وهي البروتوتايب. ايه هو البروتوتايب او النموذج الاولي؟ البروتوتايب ان انا ببدأ مثلا اعمل وير فريم سريع. هسيب لكم صورة هنا للوير فريم. وير فريم سريع ببدأ ان انا اطلع له منه بروتوتايب، اخلي اليوزرز بتوعي او الاشخاص بتاعتي تجرب الفيتشر او تجرب الحاجة اللي احنا شغالين عليها. دي زي ديمو كده سريع خفيف للابليكيشن او للبرودكت او للمنتج بتاعي اللي انا بشتغل عليه، او للفيتشر بتاعتي لو انا بعمل فيتشر جديده داخل منتج معين، عشان اقدر اختبرها، اعمل لها تيستنج في المرحله الجايه قبل ما اسلمها للديفلوبر اللي هيعمل ده كود، تمام كده؟ فهي دي بشكل عام الطريقه او المنهجيه اللي بيفكر بيها الديزاينر. طيب ليه بنفكر كده؟ احنا ليه بنعمل كده؟ احنا بنعمل كده عشان انا مش هينفع اطلع يو اي على طول. انا لو قلت لك صمم يو اي على طول، فانت مش هتبقى فاهم وعارف ايه اللي انت محتاج تصممه، وبالتالي انت ممكن تحط اي حاجة في الصفحة، واي حاجة دي ممكن تحط حاجات احنا مش محتاجينها، وبالتالي الحاجات دي بتزود لود او بتاخد وقت او تكلفة اكتر على الكود او على الديفلوبر، واحنا في حين ان احنا مش محتاجينها. ده رقم واحد. رقم اتنين، او هي المفروض اصلا رقم واحد، ان احنا محتاجين نفهم اصلا قبل ما نعمل اليو اي، نفهم احنا هنصمم ده لمين وليه وبيحل مشكلة ايه. فاحنا محتاجين نفهم المستخدمين بشكل كويس جدا جدا، ايه مشاكلهم، بيعانوا من ايه اليوزر نيدز بتاعتهم، البين بوينتس بتاعتهم، مشاكل الألم، ايه المشكلة اللي انا بحلها لهم. بعد كده بحدد ده تحديدا، بوضح المشكلة، عشان حتى في الديفاين اللي هي المرحلة التانية وانا بوضح المشكلة، مش تبقى عندي انا بس. المشكلة دي بيشوفها الديفلوبر، بيشوفها البرودكت مانجر، بيشوفها كذا حد من التيم معاك، عشان نبقى كلنا فاهمين ايه المشكلة اللي احنا بنشتغل عليها، وكلنا بنفكر في حلول ليها مع بعض. انا من ناحيتي كديزاينر بشوف الطريقة او حل للمشكلة دي، والديفلوبر بيشوف هو ازاي هيقدر ينفذها، وقصة كده كبيرة. طيب بعد كده ببدأ إن أنا أطلع أفكار وأيديت، سواء بقى بعمل وار فريم، بعد كده بعمل بروتوتايب، بعد كده بتست للموضوع ده كله. طيب ده كده الأساس بتاع الخطوات اللي كانت الطريقة اللي بيفكر بيها. بس دلوقتي ما بقناش نعمل ده بالطريقة التقليدية
اللي أنا حكيتها دي، ولكن هي نفس طريقة التفكير. بمعنى إن إحنا بقى عندنا في فيجما حاجة اسمها فيجما ميك بروتوتايب. فيجما ميك ده بتقدر تطلع منه بروتوتايب. ده يعتبر بيخليك من اول مرحلة الايديشن، ان انت عرفت حددت المشكلة، اللي انت الاول دخلت الانترفيوز وعملت امباثايز مع اليوزرز وفهمت انت شغال على ايه، وعملت ديفاين او بروبلم ستيتمنت للمشكلة اللي عندك اللي انت شغال عليها. بعد كده مرحلة الايديت والبروتوتايب انت ممكن تعمله في مرحلة واحدة وعن طريق فيجما ميك او اي بروتوتايبنج تول. هنبقى نشرح الموضوع ده بعدين ان شاء الله. خد نفسك. اتمنى الموضوع، انا اللي هاخد نفس، انا اللي تعبت. انا عارف ان الموضوع نظري كتير جدا وممكن يكون ملخبط بالنسبة للناس كتير، متلخبطة مش فاهمة، بس ان شاء الله قدام شوية الموضوع هيبدأ يوضح اكتر لما نشتغل ونشوف حاجة حقيقية. بس انا حبيت اديك فكرة عن اليو اكس، هو ازاي الطريق او ايه الخطوات اللي احنا بنمشي فيها اصلا عشان نبدأ نطلع في النهاية اليو اي، او ايه الحاجة اللي هتتصمم في اليو اي. فاحنا مهم جدا نبقى احنا عارفين احنا بنصمم ايه قبل ما نصممه الاول. طيب مرحلة التفكير دي، أو مرحلة الديزاين ثينكينج، هي مرحلة مستمرة مش بتخلص. وهي مش بروسيس واحد اتنين تلاتة، لا، أنا ممكن أدخل على مرحلة في النص معينة، ممكن أبدأ أعمل بروبلم ستيتمنت بناء على ريسيرش حد تاني عمله معايا أو حد تاني عمله، أو ممكن يجيلي بروبلم ستيتمنت جاهزة دايركت، فهبدأ إن أنا أفكر وأيديت لفكرة أو حل للبروبلم دي. وهكذا هي مرحلة مستمرة مش بتنتهي أو مش بتخلص عند نقطة معينة. تمام. طيب دي شوية مصطلحات ممكن تفيدنا، عشان لو الشباب، لو أنا اتكلمت في مصطلحات كتير للأسف، بس أنا ببقى لازم أقولها بالمصطلحات بتاعتها، عشان هي دي مش هتوصل غير بكده. يعني لما بقولك بروتوتايب الناس بتفهم وتستوعب يعني ايه بروتوتايب، لكن لما اقول نموذج أولي، هو نموذج أولي مش واضح يعني ايه نموذج أولي. الواير فريم اللي هو بيبقى تصميم كده سريع، سكتش سريع للتصميم، شكله هيبقى عامل ازاي، اللي اوت، التخطيط، بدون بقى تفاصيل اليو اي، الالوان، وبدون صور مثلا او بدون محتوى وهكذا. بروبلم ستيتمنت زي ما وضحنا هي صياغة للمشكلة اللي احنا بنحاول نحلها. iteration عملية تكرار وتحسين بشكل مستمر، اللي هي احنا اتكلمنا عن، او الديزاين ثينكينج هي مرحلة متكررة. البين بوينت هي المشاكل او نقاط الالم او الاحساس بالاحباط اللي بيواجهه المستخدم. usability testing وهو مراقبة المستخدمين، او ان احنا بنعمل اختبار تجربة مستخدم مع المستخدمين. نبقى نعرف برضو قدام شوية. ليه بقول هنبقى نعرف قدام شوية؟ عشان مش عايز اضخ كمية معلومات او اقول كمية معلومات في الفيديو ده فيكون تقيل جدا، فانا بحاول دلوقتي اركز على المعلومات الاساسية اللي انت عايز تعرفها، او اللي انا عايزك تعرفها دلوقتي في المرحلة دي. مش عايز اديك كل المعلومات عشان ما تحسش انه هو الموضوع كبير قوي ليه كده والموضوع معقد. ففي معلومات كتير جدا انت مش محتاج تبقى عارفها دلوقتي، ممكن تبقى واخد عنها فكرة بس مش محتاج تبقى عارفها 100%. تمام. طيب لحد هنا المفروض ان شاء الله انه الفيديو انتهى او الحلقة دي انتهت. فلو عندك اي سؤال قبل ما ندخل على المرحلة اللي بعد دي، اكتبه لي في الكومنتات تحت. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو مشتركتش في القناة لحد دلوقتي يا ريت تشترك. بنصور الحلقة دي بعد الفجر فالموضوع مرهق. أم، واهم حاجة بس انا عايزك تعرفها في من الحلقة دي، وهي الديزاين ثينكينج او الطريقة اللي بيفكر بيها المصمم، او تجربة الشخص اللي بيصمم تجربة استخدام لمنتج معين، او اليو اكس ديزاينر. وهي ان انت لازم تمر بخمس مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة الامباثايز، إنك بتتعاطف وتقرب أكتر من المستخدمين عن طريق إن أنت بتعمل ريسيرش لليوزرز، وتبدأ تفهم وتعرف هم محتاجين إيه وإيه مشاكلهم عن طريق الانترفيوز أو السيرفي أو الاستبيان. فبتبدأ تجمع شوية أسئلة وبتسألها لهم، وبعد كده بتاخد الأسئلة دي تعمل لها فلتر. بعد ما بتفلتر الإجابات اللي بتجيلك منهم أو الكلام اللي قاله لك المستخدمين دول، بتبدأ تفلتره وتحدد تديفاين، اللي هي المرحلة التانية، تديفاين وتحدد المشكلة اللي انت هتشتغل عليها عن طريق ان انت بتكتب صياغة للمشكلة اللي هي problem statement. وبتعمل او بتحدد في نفس المرحله دي بتحدد برضو البرسونا بتاعتك او الشخصيه اللي انت بتصمم لها.
طيب بعد كده المراحل الجاية هي مرحلة التفكير وتوليد الأفكار والحلول وهكذا، عن طريق إن إحنا ممكن نعمل wireframe، prototype وحاجات كتير جدًا. فأتمنى يكون الموضوع واضح، عارف إن الموضوع فيه نظرة كتير وفيه كلام كتير جدًا، ممكن يكون مش منظَّم كفاية، بس إن شاء الله هيوضح أكتر وإحنا شغالين الفترة الجاية. لحد هنا أنا كده اديتك مدخل سريع بس للUX، فلحد هنا هنstop في الUX عشان الUX فيه نظر كتير، وأنا مش عايزك تدخل في نظر كتير، أو مش عايزين نبدأ بالUX، خلينا نبدأ بالUI أحسن، عشان بيبقى فيه الحاجة الvisual اللي الناس بتحبها، وواحدة واحدة لما يخلص الUI ويتأسس فيه كويس بعدها هيتمكن أكتر ويبدأ يتجه أكتر ياخد تفاصيل أكتر عن الUX إن شاء الله. من أول الحلقة دي كده خلاص إحنا أخدنا الفرق ما بين الUI والUX، وبدأنا نفهم يعني إيه UX وإيه هي أصلًا الطريقة اللي بيفكر بيها الشخص اللي بيصمم تجربة استخدام أو منتج جديد. بعد كده إن شاء الله هنبدأ في الUI من أول الفيديو الجاي، وهنبدأ نتكلم عن Figma، وهنبدأ ناخد Figma الtool اللي إحنا بنصمم عليها، وهي تعتبر هي أكتر tool يعني شغالين بيها الشركات. فلو أنت ما عندكش فيجما تقدر تنزلها إن شاء الله. لحد ما نتقابل الفيديو الجاي وأشوفكم على خير، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.